فيديو النهاردة فيديو لسام فاكنين. النرجسي بيعمل لك ديسكارد الأول في عقله وبعدين في الحقيقة. فيديو مهم جدا جدا كالعادة من فيديوهات سام فاكنين، هتفهمي النرجسي بيفكر ازاي وبيعمل ده كله ازاي وايه اللي بيدور في عقله قبل ما يطلعه في الواقع ويعاملك بيه. بيقول سام فاكنين إن بحلول التسعينات تم وصف عملية المثالية أو الايدياليزيشن وكمان الديفالويشن بشكل كامل. تم وصفها في التسعينات. النرجسيين وكمان الناس اللي عندهم اضطراب الشخصية الحدية بيعملوا الحاجتين دول، الايدياليزيشن للضحية بتاعتهم وكمان بيعملوا لها الديفالويشن، يعني بتخلي شريك الحياة أو الضحية آه، مثالي لأسباب مختلفة، وبعدين بتعمل له الديفالويشن أو تقليل القيمة برضو لأسباب مختلفة. بيقول سام فاكنين إنه لما ظهر على الساحة في التسعينات أضاف مرحلة ثالثة للعملية دي، اللي هي الديسكارد أو الإهمال أو الإلقاء والتخلي يعني. وبعدين بعدها بشوية أضاف مرحلة جديدة كمان اللي هي الريبليسمنت أو الاستبدال. يبقى احنا كده دلوقتي عندنا معادلة مكونة من 4 مراحل: مثالية أو idealization، devaluation أو تقليل قيمة، discard أو إلقاء وتخلي، وبعدين replacement أو استبدال. لكن هل التسلسل ده هو فعلا بالظبط اللي بيحصل جوه عقل النرجسي في عقله المجنون المريض؟ هل هو ده التسلسل الطبيعي؟ وازاي تعرفي التسلسل اللي جوه عقل النرجسي؟ وازاي تعرفي ان النرجسي على وشك انه يقلل من قيمتك او يعمل لك الديفالويشن؟ وبعدها طبعا يجي الديسكارد او الالقاء والتخلي. هل في علامات منبهة لده؟ هو ده موضوع محاضرة النهاردة اللي هيقولها سام فاكنين بالتفصيل ويعرفك كل حاجة بوضوح. بيقول سام فاكنين إن مرحلة الديسكارد أو الإلقاء والتخلي هو شرحها قبل كده، وإن هي عبارة عن تمثيل لمرحلة الانفصال اللي لسه ما حلهاش النرجسي مع أمه اللي كان مرتبط بيها ارتباط شديد. هفكرك بيها بسرعة كده. النرجسي ما تمكنش أبدا أبدا إنه ينفصل عن أمه الأصلية الطبيعية لما كان طفل، لأنه تعرض لسوء المعاملة والإساءة أو تعرض للتروما أو الصدمة النفسية لأسباب مختلفة يعني. الأم ما سمحتلوش إنه ينفصل عنها. ممكن تكون كانت أنانية أو ممكن تكون نرجسية أو ممكن تكون كانت مكتئبة أو ممكن تكون كانت حاسة إنها الطفل ده امتداد ليها. المهم إن هي ما سمحتلوش بالانفصال عنها أبدا. الأم رفضت إنه ابنها ينفصل عنها، رفضت إنه يكون ليه حدوده الشخصية علشان يبقى فرد مستقل. وبعدين لما النرجسي كبر وانتي بقيتي موجودة في حياته، كان بيحاول طول الوقت انه يحولك لصورة الام، تبقي الام البديلة، كأنه بيعيد تمثيل الادوار من اول وجديد، بس هو الطفل وانتي امه. لكن هنا هيكون في حاجة مختلفة، قرار مختلف. المرة دي هينجح النرجسي في انه ينفصل عنك، لانه ما قدرش زمان ينفصل عن امه. طبعا ده اللي بيكون رسمه في دماغه، ده اللي بيكون يعني الخطة اللي ماشي عليها علشان يقدر يوصل للهدف ده، انه ينفصل عن امه ويكون شخصية مستقلة. وفي كل مرة بيفشل في الخطة دي. عايز يوصل لمرحلة الانفصال اللي هي الديفالويشن وبعديها الديسكارد، انه يعمل لك القاء وتخلي. الإلقاء والتخلي في عقله، في عقل النرجسي، هو ده الانفصال اللي هو بيدور عليه. عايز ينفصل عنك، عايز يضع حدود لنفسه عشان يطور
من نفسه، وطبعا في كل مرة بيفشل في الموضوع ده. فعقل النرجسي الطريقة الوحيدة للانفصال هي انه يعمل لك ديسكارد او تجاهل، يعني والقاء وتخلي. الطريقة الوحيدة للتفرد انه يبقى فرد هي انه يعمل لك تقليل قيمة. ليه النرجسي محتاج انه يعمل لي تقليل قيمة علشان يبقى فرد مستقل؟ ليه؟ بيقول سانفاكنين ان السؤال البسيط ده اجابته كالعادة في علم النفس بتكون اجابة معقدة. افتكري كده معايا، اول ما بيقابلك النرجسي، اول ما بيقابل الشريك او الضحية الجديدة بتاعته، قلنا قبل كده انه بياخد لقطة ليكي او بياخد سكرين شوت. فاكرين السكرين شوت؟ وبعدين بيستوعب السكرين شوت دي كويس قوي قوي، وبعدين يبتدي يحط عليها الرطوش او يحط عليها الحاجات اللي تخليها مثالية لأقصى درجة، يخليها ما فيهاش غلطة. وبعد ما يعمل كده ويخليكي في منتهى الجمال وفي منتهى المثالية، محتاج انه يتخلص منك. يتخلص منك علشان يعرف ينفصل عنك ويبقى فرد مستقل، لانه ما قدرش يعمل كده مع امه الاصلية، فبيحاول انه يعيد السيناريو مرة اخرى معاكي انتي وينفصل عنك انتي. عايز يوصل لمرحلة الانفصال دي بنجاح، عايز ينفصل انفصال كامل. عشان يعمل كده لازم يتجاهلك او لازم يعملك القاء وتخلي. طب ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ايه اللي بيخليه في الاول يعملني مثالية ويخليني ما حصلتش وما فيش زيي ابدا ابدا، ويفضل يعد في محاسني ويقول ان انا انسانة ما جاش قبلها ولا بعدها، انا احسن واحدة هو قابلها في حياته، انا والكلام ده كله، ويوصلني لدرجة ان فعلا ابقى يعني طايرة في السماء من كتر المواصفات الجميلة اللي هو حطها لي. وبعدين ابص الاقيه بيعمل لي ديسكارد او القاء وتخليه وعايز يخلص مني. طب ليه بيعمل كده؟ مرحلة تقليل القيمة هي على النقيض تماما من مرحلة المثالية، يعني هي عكسها جدا عكسها تماما. هو بيخليكي مثالية في كل شيء، ثم يخليكي بعد كده يعني بيقلل من قيمتك فيخليكي سيئة في كل شيء. النرجسي في الوقت ده بيكون عايز يتخلص منك علشان يقدر ينفصل عنك زي ما قلنا. طب هيتخلص منك ازاي وانت بالمثالية الرائعة دي وبالصورة الرهيبة اللي هو حطها لك دي، وانه قال عنك انك مفيش زيك وي وي والكلام ده كله؟ لازم يقلل من قيمتك علشان يبقى عنده المبرر انه يتخلص منك. لازم يعترف انه كان مخطئ لما عملك مثالية. وطبعا النرجسي عمره ما هيعترف انه كان مخطئ، عمره ما هيعترف بخطأه. هو عملك مثالية ودلوقتي محتاج انه يقلل من قيمتك. يبقى كل اللي بيعمله النرجسي انه بيعكس عليكي صفاته هو السيئة، بيرجع لك تاني السناب شوت اللي خدها لك او السكرين شوت اللي خدها لك، بس بيشوهها بكل الصفات السيئة اللي فيه هو. بيحط عندك انتي كل السلوكيات البشعة اللي فيه هو، بيقول عنك انتي كل الصفات الوحشة اللي موجودة فيه هو. بعد ما كنت انتي فيكي كل الصفات الجميلة، بقى فيكي كل الصفات السيئة كلها، بيجعلك بشعة، لان ده هو اللي بيخليه يحس انه كويس. وبيقول ليكي وبيقول قدام الناس كلها وبيقول حتى بينه وبين نفسه انها كانت سيئة جدا، هي خدعتني، هي ضحكت عليا، وانا علشان شخص كويس اتضحك عليا. هي اتغيرت للأسوأ. بيسقط عليكي كل الجوانب السلبية اللي في شخصيته وبيحطها عليكي. بعد ما بيعمل كل الحاجات دي، هل بينجح في انه ينفصل ويبقى فرد مستقل ويعالج التروما اللي عنده اللي حصلت مع امه الاصلية؟ طبعا لا. عمره ما بيقدر يتعالج وعمره ما بيقدر ينفصل. وده اللي بيخليه يعمل لك الهوفرنج بعد كده، وترجع دورة الاستغلال النرجسي من اول وجديد، ويرجع معاكي من اول وجديد.
يعمل لك ايدياليزيشن وبعدين ديفالويشن وبعدين ديسكارد وبعدين ريبليسمنت، ممكن كمان يستبدلك بأي واحدة تانية، وبعدين يرجع يعمل لك الهوفرنج لأنه عايزك موجودة دايما جنبه وفي حياته عشان يقدر يستغلك ويقدر يلعب بيك اللعبة بتاعته دي. اللي بيحصل في عقل النرجسي عكس اللي بيحصل في الواقع. في الواقع هو بيعمل لك الديفالويشن الاول، تقليل القيمه، وبعدين بيعمل لك الديسكارد اللي هو الالقاء والتخلي. لكن في عقل النرجسي اللي بيحصل العكس، انه بيعمل لك الالقاء والتخلي الاول، يعني بيكون عايز يتخلى عنك وينفصل عنك، وبناء عليه بيعمل لك الديفالويشن او تقليل القيمه. اللي بيحصل قدامك انتي انه بيعمل لك تقليل القيمة الاول وبعدين الالقاء والتخلي. يا رب نكون فاهمين. انا عارفة ان فيديوهات سانفاكنين بتكون اكاديمية وعميقة شوية، بس معلش لما نركز هنفهم. اعتقد ان انا شرحت الفيديو الحمد لله بصورة مبسطة. يا رب يكون وصلكم بنفس الصورة وتكونوا استفدتوا منه. لو الفيديو عجبك طبعا يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة. أرجوكم يا جماعة، اللايك مهم جدا جدا علشان يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن. ما تنسوش كمان تتابعونا على المدونة بتاعتنا نجاة من جحيم نرجسي دوت كوم. هتستفيدوا منها، فيها موضوعات كتير للناس اللي بتحب تقرأ، للناس أصحاب الباقات اللي ما عندهمش وقت أو ما عندهمش إمكانية إن هم يسمعوا فيديو طويل. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم الحلقة الجاية.